تعالوا مع بعض نعمل حاجة حلوة وتكون صيامي لازم برد الشتاء وتكون بسيطة واقتصادية، وأكيد ولادنا كلهم بيحبوها، وهي البليلة. عملناها النهاردة بطريقة مختلفة وقدمناها بشكل مختلف وطعمها بجد خطير، وأنا واثقة إنها تعجبك. وأول حاجة هنجهزها مع بعض إحنا لازم ننقع القمح. أنا معايا ربع كيلو قمح نقيته، وبعد ما نقيته هبدأ أنقعه معاكم. هنجيب بولة كبيرة أنزل بربع كيلو بتاعنا وهدي قده مية. هنا لازم بنقعه ليه؟ عشان يبقى سهل معايا في التسوية، ما ياخدش معايا وقت على النار. هنقعه مدة لا تقل عن 3 ساعات، وممكن من بالليل للصبح. تمام كده؟ بعد 3 ساعات أوريه لكم. كده أنا سِبت فترة طويلة. بُصّوا فرَش إزاي وشرب معظم المَيّة. هابدأ إني أشطفه وأغسله وهيبقى ده شكله. هنجيب مع بعض حلة التسوية، حلة كبيرة عشان ما يفورش معايا. أنزل بكمية القمح بتاعنا وهاحط قدّيه مرتين مَيّة بتغلي، لازم أنزل عليه بمَيّة بتغلي. وبعد كده أبدأ أرفعه على النار، وبعد أول 5 دقايق على النار، طبعًا المَيّة سخنة ما خدش معايا وقت، أقلّبه كده وهاطفي عليه وأسيبه يهدى شوية. تاني حاجة نعملها مع بعض هنعمل اللبن. إحنا هنعمل لبن جوز الهند، لإن النهارده وصفتنا صيامي، عايزة تخلّيه إفطاري بدّلي لبن جوز الهند بلبن حليب عادي جدًا. هنحط كوباية جوز الهند مبشور، عليها كوبايتين مَيّة سخنين، وفي الخلاط أضربهم. أنا هنا ما صفّيتهمش، أنا عايزة أستفيد بجوز الهند. نزلت عليهم بمعلقتين نشا منخولين وباكو فانيليا، والسكر هنا حسب الرغبة، يعني عايزاه حلو أوي، عايزاه دلع براحتك. تمام، أنا ضبطت سكره في المعقول، وبكده جهزنا اللبن. هننزل على البليلة بتاعتنا، طبعًا عشان بُصّوا بعد ساعة شربت المَيّة كلّها واتضاعف حجمها واستوت معايا. هانزل على لبن جوز الهند وارفع عليها النار عشان النشا معايا ني لحد ما يدّيني تُقل حلو، واحس إن النشا معايا استوى. في المرحلة دي هابدأ أجهّز بقى الكنافة بتاعتنا. عبارة عن إيه، ربع كيلو كنافة هابدأ أشوّحه بمعلقة سمنة نباتي أو ربع كوباية زيت، الموجود عندِك. وأقلّب كلّه مع بعضه وإيدي فيه على نار هادية لحد ما آخد التحميصة الجميلة دي، وآخد الكنافة باللون الدهبي الجميل ده. وبعد كده ناخد نُص كمية الكنافة دي على البليلة، طبعًا بعد ما استوت بحيث إن النشا بتاعنا استوى، والنُص التاني هاجنّش بيه الطبق بتاعنا. طبعًا أنا عندي هنا كنافة مش محلية، أنا البليلة بتاعتي سُكّرها مضبوط. وناخدها بسرعة ونبدأ نعبي البولات. أنا معايا ربع كيلو قمح ادّاني 5 بولات كبار، شايفين؟ تقيلة وجميلة وريحتها خطيرة، بجد روعة، جديدة، مغذية، حلو أوي، حلو وبسيط. وهنا هنبدأ نجنش الأطباق بتاعتنا بالكنافة المحمصة، وإحنا عارفين إن هي مش محلية. أنتِ عايزة تحليها ممكن تحطي معلقة عسل أو سكر بودرة، بس إحنا بنحبها كده عشان ما يكونش البليلة مسكرة والكنافة مسكرة تجزع معانا، دي برضه حسب الرغبة. كده خلصت الكمية بتاعتي، تبرد تخش التلاجة، تقدّميها مغذية خفيفة حلوة صيامي. عايزة أبدّلي لبن صيامي بلبن حليب عادي ما فيش مشكلة، والسمنة النباتي تبدّليها بسمنة بلدي أو كمان بزبدة هتكون جميلة جدًا. شايفين الطبق قيّم إزاي وكبير مغذي حلو جدًا، وكمان مش مكلّف خالص وهيعجب حبايبي الصغيرين جدًا. بس قبل ما أمشي عايزة أوريكم قد إيه قوامه، بس يبرد شوية. وبعد ما برد معايا هاوريكم قد إيه قوامه بجد، طعمه خطير. بُصّوا، حلو جدًا، جدًا. أدوق معاكم كده؟ روعة. يالّا بقى جربوه، لايك وكومنت تشجيعي، ولو مش متابعيني تابعوني وشيروا الفيديو. مع تحياتي ميري أنور، باقول لكم سلام.